أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافرين ولا متخذين أخدان ومن يكن بالإيمان فقد عمل في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم مما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واخذكم به ضد الخيرات وأعده ما إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا واعلموا بالشهادة ما إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا أيديهم وأيديهم واتقوا الله على الله فليتوكل المؤمنون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار وما كفر كذلك يحييكم وأنزل سواء السبيل. ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو كثيرا إن الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويهدي من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل فاتقوا ما جاءنا بالبشير والنذير ولقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء كلوا كما آتاكم ما لم يجد أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي ولا تتبعوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا
عليه 40 سنة يأتيون بالأرض فلا تبتغوا بالفاسقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من أحدهما إنما يتقبل الله من المتقين. وإن بسطت إلي يدك لتعطرني وأنا بباسط يدي إليك أعطرك إني أعوذ الله بيدي وإنك وتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. رسول الله وبعث الله غرابا يبحث بالأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى عجزت أن أكون رجلا غلام فواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتب على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم فارجلوا من خلاف أو ينفوا من بعد ذلك أو في الدنيا وفي الآخرة عذاب أليم. من قبل أن تدركوا فاعلموا أن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليرتدوا به من العذاب يوم القيامة بما تقبل منهم العذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فإن تجدوا به الله فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. له ملك السماوات والأرض يعدل من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا إنا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يريد الله فتنته فلن تملك له شيئا من الله شيئا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم في الدنيا والآخرة عذاب عظيم. الله الكذب يكالون للسحت فإن جاءوك فقل بينهم وأعرض عنهم وإن ترد عنهم فلن يضروك شيئا وإن أكثركم منهم بنصير الله يحب المفسدين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها الله ويتمنون رحمة ذلك أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ولم يكن ما الله فأولئك هم الخاسرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تندى به فكفارة له ومن لم يكن بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وعفينا
وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور مصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين ويحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يكن بما أنزل الله فهم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم وسبقوا الخيرات الله يفجركم جميعا وينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم إن كثيرا من الناس لفاسقون. وحكم الجاهلية يكون أمرهم يعلم ولربهم يوقنون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه من الله لا يهدي القوم الظالمين. وترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة عسى الله أن يأتي بمن يؤمن به ويصبروا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم على معهم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وكفار أولياء إن كنتم مؤمنين. إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. يا أهل الكتاب لا تنقمون منا إلا أن آمنا بالله إلينا وما أنزل من قبل وما آتاكم فآسبوه. هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت والملائكة وكان وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا فقد جعلوا مثلهم وخرجوا به ضلالا بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإيمان وعليهم السوء لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون ولا قالوا عن قولهم مثل قولهم السوء لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أرادوا أن يبلغوا الله ويسرون بأجل سيد الله لا يحب المفسدين. أهل الكتاب
أكلوا من فوقهم ومن تحت أيديهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يرزقك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ويزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تنسى قوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابرون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فيكذبوا وفريقا يقتلون ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تولى عليهم وعموا وسموا كثير منهم لا بصير بما يعملون وكفى الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه جنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منه عذاب أليم ولا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام كيف نبين لهم الآيات كان يؤفكون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا الله السميع العليم الذين كفروا يا أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تغلوا غير الحق ولا تتبعوا أهواءهم يضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدر الله انفسهم وسخط الله عليهم فليعذبهم فلو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه واتخذوا أولياء لكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إلى رسول ذلك بأن من قسيسين رهبانا وأنهم لا يستكبرون فإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول قليل يتبعهم وعرفوا إلى يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين لا نؤمن بالله وما جاءنا من حق أن يطيعنا ربنا مع قوم صالحين فأثابهم الله بما قالوا عن موتنا في مدتها وأيدينا فيها وذلك جزاء المسلمين الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تعلنوا طيبات ما حرم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله طيبا وتولى الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتكم أو تحرير رقبة
أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم فاحفظوا أيمانكم وذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واعدلوا ما توليتم واعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما ضعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم تواصوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماكم يعلم الله يعلم بالغيب فذلك عذاب أليم. الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة وكفارة طعام مساكين يا من يذوق ما لم فلا ما سافر من عاد فيكرم الله ولا أجيد الانتقام. وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة والرمال صيد البر واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر حرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا بلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك للظلم والله يعلم لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا ولا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين يسألون أن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. ما جعل الله من بعيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يسألون عن ذلك ليعذروا لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا هديتم بالغيبة ويبيع غير بر ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم من أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تعبسونهما من بعد الصلاة فيوصفان بالله إن ارتبتم على شريبه ثمنا ولو كان ذا قربى ولا تكتموا شهادة الله إلا من إن قدر أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم القول قوليان فيوصفان يقسمان بالله لشهادتنا ومن شهادتهما وحسدنا إلا من الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها ويخافوا أن ترد أيمان من أيمان الله وسوى الله يوم الفاصل يوم يجمع الله الرسل ويقول قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذا أيدتك بروح القدس تكلم الناس بالمهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كآيات الطير
الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كفرت بني إسرائيل عني ضرب الذين كفروا منهم إلا سر مبين. وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد أننا مسلمون. قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن يرسل علينا مائدة من السماء قالت الله إن كنتم مؤمنين. نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن صدقنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزل عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلت ما ليس وتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فإنهم يرادوا فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا يوم ينفع الصادقين. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه كل السماوات والأرض وما فيهن وعلى كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من دين ثم قضى أجله وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. هو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم ويعلم ما تكسبون. تأتي من آية من آيات ربهم إليك على مجرمين بالحق لما جاءهم ويأتي ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا عليهم تقديرا بذنوبهم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قطاس فلمسوا بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. قالوا لولا أنزل إلينا ولو أنزلنا ولكن له ثم لا ينزلون. ولكن لجعلنا رجلا ولبس عليهم ما يلبسون. قد استهزئ برسل من قبلك فأخذ الذين ظلموا بما كانوا به يستهزئون. سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة لأنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وأسكن إليه النار والسميع العليم. ولغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يدعم ولا يدعم وإني أريد أن أكون أول من أسلم ولا تكونن يا مليكين. وقال سيد ربي على يوم العظيم من يصرف عنه يومئذ فقد علم وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر وهو عبادي والحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ إنكم لا تشهدون أن مع الله آلهة قل لا
يستمعوا إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنون بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينهون عنه وإن يشركون إلا أنفسهم ما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقال يا ليتنا نرد ونكذب بآيات ربنا نكون من المؤمنين لهم ما كانوا يخفون من قبل ويردون عدوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو والدار الآخرة خير للذين يتقون فلا يعلمون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون أنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا وإن كان كبر عليك إرادهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما إنما يستجيب الذي يسمعون الموتى يبثهم الله ثم إليه يرجعون لولا نزل عليه آية من ربه وإن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم يضر موت من يشاء لا يضل ومن يشاء يضل على صراط مستقيم ورأيتكم من أتاكم عذاب الله يغتكم ساعة غير الله تدعون عندكم ساعة قل إياه تدعون ويكشف ما تدعون إن شاء وتنسون ما تدركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون لولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم فزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا لعناهم عذابا بينهم يسوع بعذاب بالرب الذي ذرهم والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم فلله غير الله يأتيكم بذكر كيف نصرف الآيات ثم يمسكون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله رددا وجدا وهم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين أمن وعذابا خوف عليهم ولا هم يحزنون كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون لكم عندي خزائن الله ولا أعلم غيبا لا أقول لكم إني ملك يتبع إلا ما يوحى إلي قل السلام وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتردهم وتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليه من بيننا ليس لهم يعلم بالشاكرين وإذا
تتقون كتب ربكم على نفسه الرحمة إنه من أولياء بدار يوم ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله وما أنا من المعتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به يوم لا ما تستعجلون به لولا بيني وبينكم الله لولا الظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقته لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض والأرض ولا يابس إلا في كتاب مبين هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرعتم بالنهار ثم يبعث به للغاية مسمى إليه مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم لا يفرج ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ومن ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا من عدل لنكونن من الشاكرين ينجيكم منها ومن كل كبد ما تدركون وقادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم هي عوالي أربابكم أسرابكم كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل سبحانك وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره ما ينسينك الشيطان بعد ذكر مع قوم ظالمين يتقون حساب وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ من هؤلاء الذين أرسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذا هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له والذي خلق السماوات له الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة يوم القيامة قال إبراهيم لأبيه يا ذات أصحابنا يدعي قومك في ضلال مبين ذلك نريد إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما فرغ من كل فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما فلق الليل مدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أفضل فلما فرغ قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي بدأ السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال تحاجوني
فيه إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء فلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل عليكم سلطانا فأي فريقين أحق بالأمن وأنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لهم الأمن مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون كذلك نجزي المحسنين زكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم أجمعين وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ويكون عبدا ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله وهداه مهتدي لا أسألك وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس يجعلونه قراطيس يبدونها ويعطون كثيرا وأنتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم إلا ثم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم قرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون بها وعلى صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم الأمر إذا لعلكم لما لا تدعون على وكنتم على آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نريد معكم شفعاءكم الذين يعلمون فيكم فأتمتع بينكم وضلعكم ما كنتم تزعمون بالغ الحب وأن الخارج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون فالق الإصباح وجاعل الليل والشمس وما حسبان ذلك تقدير العزيز العليم هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر وتصنع الآيات لقوم يعلمون هو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمسر ومسد وتصنع الآيات لقوم يفقهون هو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره ويزيد في ذلكم آيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الأجنة وخلقهم وله له بنين وبنات بغير سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وبكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو
حكيم لا تدركه أبصار ويدرك الأبصار واللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أدعى نذير ما عمل فعليها وما أنا عليكم بحفيظ ذلك نصرف الآيات فيقولوا لا نزال نبينا ولقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو الملك ولو شاء الله ما أزكوا وما جعلناك عليهم رقيبا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملا ثم إلى ربهم مرجعهم وينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية لا يؤمنون بها إنما الآيات عند الله وما يشرك إنها إذا جاء لا يؤمنون أفئدتهم أبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذروا في طغيانهم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وعشرنا عليهم كل شيء ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه عبدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليختلفوا ما هم مختلفون أفغير الله يبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مبصرا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربهم بالحق ويحذرون أن يعبدون تمت كلمات ربك كتابا يأتي بكلماته وهو سميع عليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله يتبعون إلا الظن وإن الله يحرسون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وأعلم بالمهتدين كلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم فضاعوا المعتدين ظاهر الإثم وباطنه إلى الذين يحسبون الإنسان ما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين يوحون إلى أوليائهم يجادلوكم أين تكتمون إنكم لمشركون أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في النار كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا بها ما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالة دين يصيب الذين يعلموا سواء لا يعلم شهيد بما كانوا يمكرون ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد بالسماء كذلك جعلنا رسالة الذين يعلمون وعلى صراط ربك مستقيما فصل الآيات لقوم يذكرون دار السلام عند ربهم خير مما كانوا يعملون ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد
قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلنا خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربنا حكيم عليم نولي بعض الظالمين ولو بما كانوا يكسبون كما شاهد ابن الإنس ألم يأتكم رسل معكم يقصون عليكم آياتي ينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا غرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسنا كانوا كافرين ذلك لم يكن ربك ملكه ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون ربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستغني من بعدهم ما يشاء وما أشاكم من ذرية ربنا وما ننبه من شيء يا غالبا على مكانتكم مني عامل وسوف تعلمون ما تكون عاقبة الدين ولا يبلغ الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم ما يصل إلى الله ما كان لله ما يصل إلى شركائنا ما يكون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم لو شاء الله ما فعلوا وذروا ما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرم ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله افتراء عليه ما كانوا يفترون ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة ففي